الامور ايجابيه بخصوص تجديد عقد نيفيز، ومو بس كذا، نيفيز راح يجدد لين 2029، وهذا يعني انه بعد ما ينتهي عقده الجديد ان شاء الله ما راح تتكرر معاناه التجديد معه، لان وقتها بيكون عمره 32، والانديه الاوروبيه الكبيره عاده ما تتعاقد مع لاعب هالعمر الا اذا كان من الافضل بالعالم بخانته. عموما نيفيز اختار القرار الصحيح، انك تكون بطل وركيزه اساسيه بالهلال افضل بكثير من انك تكون لاعب عادي، وممكن بعد فتره بعد تكون لاعب مهمش سواء باليونايتد او اي نادي اوروبي كبير. وانا سعيد بالخبر لان نيفيز ما شاء الله تبارك الله عليه تقريبا هو الوحيد من بين كل اجانب دورينا اللي من جاء الى اليوم وكل مباراه يدخلها يعطيك كلمه عنده، سواء كانت مباراه نهائي او تحصيل حاصل. وانا ما ابالغ اذا قلت ان تجديد عقد نيفيز هو بمثابه صفقه جديده، لاني قلتها كثير وارجع اكررها، نيفيز ما له معوض، فلو طلع راح نعاني كثير، خصوصا مع وجود انزاجي، لان انزاجي يعتمد بشكل كبير على نيفيز تكتيكيا، سواء بتوسط السناتر او بدوره بالبناء والكرات الطويله او دوره الجوهري بالكرات الثابته. وانا ما اقصد الركنيات هنا وبس، حتى البلنتيات، لان الهلال من فتره طويله يفتقد للاعب المتخصص بالبلنتيات، وغيرها كثير من الادوار اللي يعتمد فيها انزاجي عليه.